مع اللفه الاولى مع الدوران على الارسال. استقبال من فريده هشام ولكن كده ما كانش بشكل مش مظبوط. دعاء محمد بتقلب الملعب بشكل قوي جدا لمين؟ دانا شوقي بتوجه ارسال على تيتيانا بوكان. الغباشي بتضرب من المنطقه الخلفيه. ايسن نديم ديفنس رائع. مايا ممدوح على التاتش اوت. تمركز رائع هايل هايل من الغباشي يا ولد. حلوه. مي غزال سبايك سيرف. ايسن نديم دانا شوقي لمايا ممدوح على التاتش اوت ولامس حائط الصد. لسه كوره ملكه لوباسكا حلوه حائط الصد البرازيليه للعام الثاني ليها على التوالي مع نادي الزمالك. ارسال سبايك بتقلب الملعب لندى حمدي. كوره قويه جدا. ندى حمدي تفوق حوائط الصد. فريده هشام بتوجه ارسال. دعاء الغباشي مره ثانيه كوره قويه. تيتيانا ولكن بقى كان ايه؟ كان الارسال توجيه ارسال من مايا. استقبال ندى وليد. دعاء محمد بتقلب الملعب لندى حمدي. كرة قوية جدا وثغرة حائط الصد. في مواجهة الأستاذ إبراهيم فخر الدين في مواجهة طبعا يعني الطالب يعني أو هنقول بقى يعني لسه في السنة الأولى ليه كمدير فني. هي بيبانة إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة. الكابتن عماد مراد. تيتيانا بتضرب كورة قوية جدا. كورة تيم الحمر النادي الأهلي يؤازر أيضا ملكات الذهب. نشوف مين هيكون سوبر مصر في هذه الليله. ملكه لوباسكا من المنطقه الخلفيه بتوجه. دعاء محمد مره ثانيه لتيتيانا. كره قويه جدا بثغره حوائط الصد. في الكره القادمه هنشوف مايا ممدوح هتوجه ارسال فين على ندى وليد ولكن بقى كوره بتطلع بشكل صحيح جدا. الغباشي بتضرب كوره. مايا ممدوح بتلم مره ثانيه. مريم متولي معديه. تيتيانا بوكان ودت الكوره في خبر كان. حطت الكوره في خبر كان. حطت الكوره يعني كده من المنطقه الخلفيه. هنشوف هتضغط على مين؟ على مريم متولي ولا ملكه لوباسكا؟ حطت الكوره على مريم متولي مره ثانيه. ملكه لوباسكا بتضرب على التاتش اوت بتقلل من قوتها ولكن الاستقبال ما كانش مظبوط. اوه تيتيانا بوكان. واحد لصالح النادي الاهلي. ميار في الثلث الاخير من الملعب. دانا احمد شوقي كوره مزنوقه معديه. دعاء ميار بتعلي كوره لندى حمدي. كوره قويه جدا ولكن بقى دفاعات دانا شوقي بشكل مناسب جدا كمان مره والمتابعه من اعلى الشبكه. وميتو بتضرب كوره قويه جدا. مريم متولي ولكن ديفنس رائع لسه موجوده كمان مره تضرب ولكن حائط الصد روعه. هتضغط بارسال تاتيانا. استقبال كوره اولى. ايسن نديم كوره قويه جدا داخل حدود الملعب. قادمه من نادي الزمالك. دعاء بتوجه ارسال. ايسن نديم في الاستقبال. دانا شوقي بتقلب الملعب لميريكا لوباسكا. حلوه يا ساره. مش موجوده في السكور ولكن موجوده مع زميلها وروح الحماس والمؤازره على الجانب الاخر. هتلاقي دايما ياسمين نوح قائد وكابتن نادي الزمالك دايما روح وحماس مع زميلنا في هذا اللقاء. ندى وليد في الاستقبال. دعاء محمد بتقلب الملعب تيتيانا بوكان وحطت الكوره في الثلث. يا خالد بتوجه ارسال. مريم متولي. ملكه لوباسكا بتضرب كوره قويه جدا. في تاخير كده يعني من لعيبه مركز 4 في المنطقه الخلفيه بيأخروا بشكل كبير جدا. وادي كوره كمان مره تغطيه ممتازه. تيتيانا بوكان هتخش سهله. ايسن نديم. دانا شوقي لملكه لوباسكا. كوره قويه جدا مع حائط الصد. ميار خليفه. ايه الزناتي خليفه. ميار خليفه. 18-20 ندى مرجان. ندى وليد في الاستقبال. تيتيانا بتضرب كوره على التاتش اوت وخارج الملعب. كابتن نجلاء طلعت تقول لك ان كوره في التاتش اوت نقطه واحده تفصل النادي الاهلي عن شوط التعادل. لسه محاوله. تيتيانا بوكان بتضرب كوره قويه جدا وثغره وخطأ الشاطر ب1000 ونقطه لصالح النادي الاهلي. شوط التعادل 5 والان في النادي الاهلي هي تيتيانا بوكان. آية خالد من ثغرة حائط الصد بتضرب كورة الجوهرة السمراء وتبقى نقطة لصالح النادي الأهلي. 6-4. استقبال الكرة الأولى بشكل مميز جدا. دعاء بتوقف كورة للسريع بتخطف ما بين إيدين حوائط الصد. مريم متولي وداليا المرشد. وأيسن نديم ودانا شوقي وسمير حسن عادل وهنا المصري وندى وليد مرجان ومريم مصطفى
ونوران احمد سعد ونورة ايهاب عزمي وياسمين نور. كوره قويه جدا ودفاعات. آية خالد سنتر بلوك النادي الاهلي، ارسال موجه. مالكه لوبيسكا على التاتش اوت بتتلم. شوف الدفاعات، دفاعات رائعه 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 جدا، دفاعات رائعه جدا. هي دي اللي عاده التوازن اللي بتبقى الكرات معظمها خارج الملعب. وادي الروح وجمهور النادي الاهلي يزهر من جديد من اجل المؤازره من جديد. سارة امين في التعامل. مالكه لوبيسكا كرة قوية جدا، دفاعات بشكل رائع جدا من سارة امين، تمركز رائع. صمام امان. يا آية خالد كمان مرة ارسال قصير في مركز واحد واستغلال كده. آية خالد، مريم متولي في الاستقبال بشكل مميز جدا. المرشدي تغطية ممتازة. النادي الاهلي قفل ملعبه بشكل رائع جدا. قفل حائط الصد الى خارج الملعب. 8-15 في حائط الصد والى خارج ارسال قصير على ملكه. نوران احمد سعد لمايا ممدوح، كوره قويه جدا. نهال جمال معديه. نوران هتقلب الملعب لملكه. اوه على حائط الصد وتروح لها في مركز 4 وتكون قافله معاها حائط صد وبفارق 10 نقاط حتى هذه اللحظات لصالح النادي الاهلي. كمان مره كوره قويه جدا. تاتيانا بوكان وبتضرب كوره. ندى وليد هتحط ارسال فين؟ ندى وليد بتضرب بارسال على ندى وليد علي. كمان مره تاتيانا وكوره قويه جدا بالنادي الاهلي مره ثانيه كده يعني، والتقدم بشوطين حتى هذه اللحظات مقابل شوط كلينيكيا حتى هذه اللحظات. دعاء محمد لتاتيانا، حطت كوره تغطيه ممتازه هتخش سهله مريم متولي، حطت اسقاط رائع ولكن بقى بتخلص في ذلك الوقت تاتيانا بوكان. و25-13 لصالح النادي. ميار خليفه توجيه ارسال على مين؟ على ايسل نديم، ولكن بقى يعني 6-6. ندى مرجان بتوجه رساله. ندى وليد نقطه تحول جديده. كمان مره بتضرب كوره قويه جدا. داليا المرشدي بتوجه رسال في الثلث الاخير من الملعب. دعاء بتقلب وغباشي بتضرب كوره قويه. سيطره بدفاعات ممتازه. مالكه لوبيسكا بتجمع بتضرب دفاعات رائعه ممتازه بانتشار رائع لندى وليد. ولكن مريم متولي هتوجه ارسال. ساره احمد امين. دعاء بتقلب الملعب بنزولها مره ثانيه لارضيه الملعب. تدخل في الكوره. مايا ممدوح محاوله والله عملت عليها محاوله بشكل رائع جدا. اهلي داليا المرشدي وضربه البدايه وشوط التحكم في الاعصاب وشوط يعني تقليل الاخطاء واستغلال الفرص الحالي، مما يدل على انعكاس طبعا يعني لصالح منتخبنا الوطني. هو اللي كان مستفيد يعني بالاداء الرائع من الفرقتين. ليه؟ لان الفرقتين طبعا يعني قوام منتخبنا الوطني واللي كان استطاع منتخبنا الوطني الفوز على منتخب كينيا بجولتين هنا في القاهره من التصفيات المؤهله الى دوره الالعاب الافريقيه غانا باذن الله. كل الامنيات الطيبه. ارسال علي ملكه في الثلث الاخير من الملعب. مريم متولي بتضرب كوره على التاتش اوت. نهال جمال تغطيه ممتازه من منتصف الملعب. تاتيانا كمان مره في منطقه الهجوم قويه. يا غزال بدني. مايا ممدوح توجيه ارسال من مايا بشكل رائع جدا. كوره قويه جدا. شوف تاتيانا بوكان بتشاور لجمهور. مي غزال بتضغط بارسال ايس ونقطه مباشره. ارسال ايس ونقطه مباشره في وقت تاتيانا بوكان ضغط بارسال. دعاء محمد بتقلب الملعب لتاتيانا. يانا نورة ايهاب عزمي في التغيير اللي بيعملها كابتن حسام شكري على الارسال. سارة امين بتضرب كوره قويه جدا. تغطيه هتعدي ملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي ينهي بيها احداث الشوط الخامس من هذا اللقاء علشان يتوج رسميا ببطوله كاس السوبر للعام الثاني على التوالي
مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك. الان نطير سريعا الى الزميل العزيز ابراهيم فايق ومراسم التوزيع الجوائز وكاس البطوله السوبر والميداليات فالى هناك. زميل ابراهيم تفضل اليك الكلمه.